السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن حال. اهلا بيكم في قناه مشغولات الاولى، وزي ما تعودنا دايما شعارنا هو الصعب مع الاولى اسهل من السهوله. وفي بدايه الفيديو بقول لكم يلا بسرعه يا بنات نعمل لايك للفيديو ده عشان يترفع لكل الناس والناس كلها تشوفه ويستمتعوا بشغلنا، شغل الهيربن اللي حصري بس عند قناه مشغولات الاولى. مفيش حد تاني عامله قبلنا ولا بعدنا، احنا بس الاولى في كل مشغولاتنا. قناه الاولى هي الاولى. دلوقتي يا بنات النهارده ان شاء الله هيبقى درس جديد لغرز الهيربن، اللي هو هنعمل النهارده شغل الهيربن اللي هي شرايط بس بشكل متعرج، يعني كده شكل متعرج كده. تمام. فانا عشان اعمل الشكل ده، طبعا انا في الحلقه اللي فاتت او الفيديو اللي فات شفنا ازاي عملنا، وهنرجع تاني نشوفه برضو. هنزلكم في صندوق الوصف اللينك بتاعه، وبرضو عايزاكم تدخلوا على قائمه المشغولات تشوفوا كل حاجه متعلقه بغرزه الهيربن وازاي نصنع له الهيربن والحاجات دي كلها. طبعا تدخلوا في قائمة المشغولات هتلاقوا قائمة مكتوب فيها شغل الهيربن من بداية خالص صنع النول لغاية ما وصلنا للمرحلة دي وللشغل ده. فأنا عاوزة أبدأ أعمل شغل متعرج للهيربن. عشان أعمله طبعا أنا حددت مجموعة من الغرز اللي هي الحلقات دي. وطبعا انتوا لازم تكونوا متابعين معانا وشايفين احنا بنعمل ايه كل مره، عشان كل مره الحلقه اللي جايه بتكمل اللي فات، مش بنبدا من اول شغل يعني. خلاص. انا طبعا اتعلمت الغرزه دي بتاعه اللي هي بنشتغلها على نول الهيربن. خلاص. اتعلمت الغرزه دي، واتعلمت بقى ايه بعدها. قلت ازاي اجيب مجموعه خيوط ومجموعه لفات 30 لفه، وبقيت انا معلماهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. هبدا دلوقتي على طول ان انا اشتغل ونشوف هنشتغل ازاي مع بعض. حبيتي انك انت تعلمي الغرز، تمام. حبيتي ان انت تشتغلي كده من نفسك من غير ما تعلمي الغرزه برضو، تمام. طب انا دلوقتي هبدا اشتغل، وطبعا دي نهايه الغرز بتاعتي. خلاص، دي اخر غرز انا عملتها. هبدا دلوقتي اعمل سلاسل زي ما اتفقنا المره اللي فاتت بطول اللفه بتاعتي، لان طبعا كل لفه مختلفه عن التانية. فهتاكد بس الاول 1 2 3 4 5 ونشوف طول اللفه ده. شوفوا طول اللفه كده مناسب ولا مش مناسب، يعني هو اللفات دي طولها، طول السلسله دي قد لفات ولا لا؟ طيب لو قد لفات يبقى خلاص كده تمام. هنبدا دلوقتي نشتغل ونقفل الغرز مع بعض. هنقفل الغرز ازاي؟ الاول هرتفع سلسله زياده عن الطول بتاعها عشان خاطر نبدا نرتفع السطر اللي هو سطر التقفيل. فهبدا دلوقتي اخد خمس حلقات. خلاص، شوفوا معايا. هاخد 5 حلقات، وهتكون الحلقه ملفوفه ازاي؟ شايفين لفه الحلقه؟ ما تفرديهاش كده، خليها زي ما هي ملفوفه، واللي مش ملفوف لفيه. تمام. هدخل اجيب ادي اول حلقه، تاني حلقه، تالت حلقه، شايفين؟ رابع حلقه، خامس حلقه، وهلف لفه على الابره واطلع من كل الحلقات ما عدا طبعا الحلقه اللي على الابره دي بينها. فانا هطلع من كل الحلقات اللي هم ال5 حلقات اللي انا لفيتهم، وهلف لفه على الابره واطلع اعمل غرزه حشو. شايفين عامله ازاي؟ طيب كمان مره. طبعا انا لفيت هنا 5 لفات، فانا هعمل 5 غرز حشو في قلب الفراغ ده. فهدخل هنا كمان ادي تاني غرزه حشو، تالت غرزه حشو، رابع غرزه حشو. خلاص، وادي ال5. تمام كده يا حبايبي. شايفين الشغل عامل ازاي؟ شايفين التقفيل عامله ازاي؟ طيب لو انا عملتها من 4 لفات اقدر اعمل 4 غرز حشو. انت تقدري تحددي زي ما انت عايزه تاخدي حلقه بحلقه زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، تمام، مش مشكله. انت تحبي الغرزه وتفضلي تجربي غرزك مع نفسك عشان تشوفي شكل الغرزه عامله ازاي. طبعا احنا في الفيديو السابق اشتغلنا حشو سلسله، وطبعا احنا عرفنا ايه السبب. ولازم طبعا لو انتم مش متابعين الفيديوهات دي لازم تتفرجوا من بدايه سلسله الفيديوهات دي عشان خاطر تبقوا متعودين على الشغل اللي احنا بنعمله. طيب بعد كده هبدا دلوقتي اعمل 5 سلاسل. ليه 5 سلاسل؟ عشان انا اصلا خدت 5 لفات وعملت فيهم 5 حشوات، يبقى انا هعمل 5 سلاسل. تمام. ادي 1 2 3 4 5
يبقى كده انا لفيت 5 لفات. يلا نكمل وناخد الحلقات دي وندخل منين بقى. شايفين هي مفروده ازاي؟ لما تكون مفروده كده احنا لازم نتنيها كده عشان تكون بالشكل ده. واحنا داخلين الابره دي ادي 1 ها 2 3 4 5 خلاص. وهجيب كده لف لفه على الابره ها واطلع من كل اللفات دي ويبقى معانا حلقتين على الابره. هلف واطلع من حلقتين. يبقى انا كده عملت اول غرزه حشو ها في نفس اللفه تاني غرزه حشو. تدخلي برضو في كل اللفات اهو تعملي تالت غرزه حشو وبعدين 4 5 تمام. وبعدين 1 2 3 4 5 تمام. شايفين المنظر ها؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفه ازاي؟ تحفه يا بنات. ايه رايكم؟ دي تقفيل للشغل. تعملي خمسات 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 بنفس الطريقه دي كده. بعد كده تدخلي على الحلقات التانية خلاص ونخليها ملفوفه كده. ندخل ادي 1 2 3 4 5 شايفين؟ لفي واسحبي من كل الحلقات ما عدا حلقه اللي هي على اول الحلقات دي خلاص. ونلف ونطلع تبقى غرزه حشو تمام. ونكمل برضو 5 غرز حشو اهو. ادي 1 2 3 4 5 شايفين؟ وبعدين 1 2 3 4 5 سلاسل اهو. شايفين الشغل عامل ازاي؟ شايفين جمال الشغل عامل ازاي؟ شوفوا تحفه ازاي وتقفيله عامل ازاي. خلاص اهو ده كده الشغل بتاعي. ودي غرزه من الغرز. دي غرزه من الغرز. لو انت عملتي الغرزه دي وقصادها في نفس الكلام برضو نفس الغرزه دي هتديني قطعه مستطيله برضو غرزتها في منتهى الجمال. خلاص انا كده عملت كام مره؟ ادي 1 2 3. يلا نعمل كمان. ادي 1 2 الاول كده اهو 2 3 4 5 خلاص كفايه 5 صح 5. وهلف لفه واطلع من كل حلقات كده وبعدين اعمل غرزه حشو وبعدين اعمل كمان ها غرز حشو زي ما انتم شايفين كده 5 غرز حشو 1 2 3 4 5. شايفين كده الشغل عامل ازاي؟ تمام كده. طيب بعدين اعمل 5 سلاسل 1 2 3 4 5 خلاص كده انا عملت ادي 1 2 3 4 كمان مره المره ال5 ادي 1 2 3 4 5 ها شايفين؟ وبعدين الف واسحب كل الغرز وبعدين الف واطلع من ايه؟ من غرزه الحشو كده. وهعمل 4 غرز حشو كمان مع الغرزه دي عشان يكون كده 5 غرز حشو. ادي 1 2 3 4 5 تمام كده. كده انا عملت اول دوران اهو. كده انا عملت اول دوران في الشكل اللي هيكون متعرج زي ما قلت لكم. انا كده عملت دوران اهو زي ما انتم شايفين. عايزه دلوقتي ابدا اجيب دوران بغرزه تانية. انا كده قفلت 5 مرات بنفس الطريقه دي. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ دول ادي 5 10 15 20 25 صح كده. هعمل كمان واحده 6 ادي 1 2 3 4 5 سلاسل. وهدخل تاني هنا. ممكن تستكفي ان انت تعملي 5 لفات يعني 5 من دول خلاص. لو عملتي 5 من دول يبقى انت تعملي 25 حلقه صح. مش دول 5 10 15 20 25 صح كده. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ لو انا عايزه اخليهم 30 هاخد كمان 5 حلقات من دول. ادي 1 2 3
4 5. خلاص، عشان يبقى 30. لو حبيت تخليهم 25 برضو في ايدك تخليهم 25. ادي كده، ادي واحد اول غرزة حشو، تاني غرزة حشو، تالت غرزة حشو، ودي رابع غرزة حشو، وادي خامس غرزة حشو. خلاص، يبقى انا كده عملت اول دوران للشغل اهو، عملت اول دوران للشغل. واضحة معانا يا بنات؟ خلاص كده انا عملت من الناحية دي، من الناحية دي اول دوران للشغل. طبعا هنا هيكون الوضع مختلف في الناحية التانية، بس خلينا نشتغل الاول في الناحية اللي قدام. واللي احنا عملناه في الناحية اللي قدام هنا او في الخط اللي الناحية دي هو نفسه اللي هيتعمل في الخط الناحية دي، بس هنعكس. يعني احنا عملنا هنا الجزئيات دي، الوحدات دي عملناها هنا، العكس صحيح هيكون هنا. هنعكسها ازاي بقى دلوقتي، وهنشوف احنا هنكمل اللف ازاي. شوف طبعا احنا بنعمل 5 سلاسل صح؟ ادي 1 2 3 4 5. تمام كده. في المرحلة دي احنا هنعمل ايه؟ عدد اللفات اللي احنا خدناها هنا اللي هم 5 10 15 20 25 30، يبقى احنا هنسحب 30 لفة مع بعض. هنسحب 30 لفه مع بعض. ويلا نعد مع بعض بقى كده. ادي 1. لاحظي ان دي شوفوا انا بقول تكات اهو، تاخدوا بالكم منها دي مفروده لازم نلفها كده صح كده. ادي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. هبطوا معانا عد 30 اهم. لف لف على الابره واطلعي من كل الحلقات. طبعا الخيط لما يكون رفيع هيفرق طبعا معاكي في الشغل. وبعدين اعملي غرزه حشو وشوفوا يلا بقى الشغل شكله عامل ازاي. طبعا انا هفك دي خالص لان طبعا دي ملهاش لازمه. انا بس حبيت اعرفكم في الفيديو السابق بس ازاي بحدد الشغل بتاعي. وطبعا انا مش محتاجاه اساسا لان انا بقدر احدد كويس جدا، بس الناس المبتدئين اللي لسه ما يعرفوش يحددوا الشغل بتاعهم انا بعرفكم ازاي تحددوه بالطريقه السهله دي. خلاص ادي كده. ارفع بس شويه الخيط كده واسحبه عشان تشوفوا منظر الشغل بقى عامل ازاي. شوفوا حصل ايه، حصل ايه. ده طبعا اول حاجه ده ايه؟ ده الخط المستقيم اهو. لو انتوا عملتوا نفس الغرزه دي كده بالمنظر ده، حتى لو سبت دي تحت كده هيكون شكلها تحفه برضه. ادي غرزه. خلاص الغرزه اللي بعدها على طول اللي هي دي، يبقى انت هتفضلي تعملي من دي 6 وحدات وبعدين تعملي من دي وحدايه اللي هي دي فيها 30 لفه ودي كل واحده 5 لفات. خلاص لما تيجي تعملي هنا برضو نفس الكلام. يعني انا مثلا هديكي مثال بسيط لطريقه التعرض، بس انا طبعا هفضل اشتغل لغايه ما اخلص كل القطعه دي وارجع لكم تاني ان شاء الله عشان تشوفوا انا هعمل ايه. فانا هعمل نفس اللي عملته هنا بالظبط، ان انا اعمل 5 سلاسل هنا. ادي 1 2 3 4 5. وبعدين هبدا ان انا اجيب اللفات بقى اهو. اللفه عليها الدور على مين؟ الدور على اللفه دي كده. وهدخل هنا ادي 1 2 3 4 5 شايفين. وبعدين اعمل 5 غرز حشو شايفين كده اهو. ادي 1 2 3 4 5. خلاص وهكمل للنهايه واعمل 5 سلاسل واعمل اخد 5 لفات وهكمل كده للنهايه وارجع لكم تاني ان شاء الله نشوف شكل الشغل هيكون عامل ازاي، واوريكم برضه هنقفل الناحيه التانيه ازاي. تابعونا وانتظرونا وهتروحوا كده ولا كده وخليكم دايما متابعينا. ويلا انتظروني الى اللقاء ان شاء الله. اخلص كل ده وارجع لكم تاني. رجعت لكم يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين. ادي الجزئيه اللي عملت فيها
الست لفات هنا اللي هما 5 لفات بس 6 مرات، ودي ال30 لفة، وبعدين عملت 6 مرات اهو، وبعدين ال30 لفة. خلاص دلوقتي انا هبدأ ان انا ادخل على الدور التاني اللي هو الناحية التانية دي. هقفل الناحية التانية دي، طبعا انا قفلت دي هقفل دي. فهنشوف دلوقتي احنا هنعمل ايه. طبعا احنا قفلنا كده اخر حاجة خلاص، واللي احنا عملناه الناحيه الاولانيه هنعمله هنا في الناحيه الثانيه، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو عدد سلاسل، اللي هي بدايه السلاسل خالص اللي احنا اشتغلناها هنا. فاكرين السلاسل الارتفاع دي اللي كانت بطول اللفه؟ هنبدا دلوقتي برضو نعمل نفس الكلام 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. خلاص، وهندخل فين دلوقتي بقى ونركز مع بعضينا يا حبايبي. شوفوا، شايفين اول حلقه هنا اللي هو في الغرز اللي كانت في النص؟ خلاص هدخل في اول حلقه هنا وهلف واسحب واعمل غرزه حشو، شايفين كده؟ وبعدين اعمل كمان 6 غرز سلسله، ادي 1 2 3 4 5 6. هبدا دلوقتي اشتغل في الناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه دي. خلاص انا طبعا هنا قفلت ب30 لفه، هعكس الناحيه التانية، يعني اللي اعمله هنا 30 لفه هعمله هنا ال6 مرات اللي هم 5 لفات 5 لفات 5 لفات. ولما اخلص كده اهي شوفوا بقى هعملها ازاي. يبقى انا هدخل هنا في اول حلقه كده، اول لفه، ادي 1 2 3 4 5. خلاص، واعمل 5 غرز حشو، 5 غرز حشو زي بالظبط اللي احنا عملناه قبل كده. خلاص ادي 1 2 3 4 5. خلاص، وبعدين 5 سلاسل. شايفين كده يا حبايبي؟ واضحه معانا؟ طيب هعمل كمان هنا 5 لفات، اختارهم او اجيبهم احطهم على الابره واعمل 5 حشو وبعدين 5 سلسله، نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله هنا. هنفضل نكرره تاني في الجنب التاني كمان، يعني انا كمان هلف هنا، ادخل في اللفه دي، ادي اول لفه وادي تاني لفه، نعدلها بس كده، تالته الرابعه وادي ال5. خلاص، وبعدين الف على الابره واطلع من كله، يبقى معايا حلقتين، الف واطلع من حلقتين، يبقى دي غرزه حشو صح كده. وادخل في نفس المكان تاني 4 مرات غير المره الاولانيه، يبقى 5 مرات غرز حشو. كده كام مره؟ 1 2 3 4 5. يبقى انا لاحظت هنا ايه، او انا ملاحظه هنا ايه؟ ان فوق ال30 لفه هعمل اللفات دي، وهنا فوق ال6 لفات دي او ال6 وحدات دي هعمل فوقها هنا ال30 لفه. خلاص، فانا هكمل الاول ال6 بس وحدات كده عشان خاطر تشوفوا هنعمل ايه وارجع لكم تاني. رجعت لكم يا حبايبي كده عشان تشوفوا انا كده عملت 1 2 3 4 5 6. خلاص، وبعدين عملت 5 سلاسل زي ما انتم شايفين كده. هبدا دلوقتي اعمل ايه بقى؟ هبدا دلوقتي اخد 30 لفه، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و 30. 29 او كده ناخد 30 كده. خلاص انا خدت كده 30 لفه، هلف لفه على الابره واطلع من كل الايه الحلقات ما عدا الحلقه بس اللي على الابره، وهلف واطلع من غرزه حشو واحده.
خلاص. وبعدين 5 سلاسل. شايفين المنظر عامل ازاي؟ نسحب كده شويه عشان نشوف الشكل عامل ازاي اهو. شايفين اهو الشكل كده متعرج زي ما قلت لكم عليه. هخلص بقى بنفس الطريقه دي كده، هعمل من دول 6 وحدات وبعدين الم 30 لفه وبعدين 6 وحدات. طبعا ما تنسوش الخمس سلاسل اللي ما بين كل 5 لفات وخمس لفات بنعمل 5 سلاسل. وانتظرونا خلاص كله وارجع لكم تاني ان شاء الله. شوفوا هنعمل الشكل عامل ازاي والشكل المتعرج هيكون نهايته عامله ازاي، وانتظروني. وده كان الشكل المتعرج اللي انا قلت لكم عليه حبايبي. شايفينه عامل ازاي؟ ده اللي اقدر اشتغل منه برضو اي حاجة انا عاوزاها واي موديلات انا عاوزاها، سواء لبس سواء مفرش سواء اي حاجة. ده الشكل المتعرج اللي انا قلت لكم عليه. شايفين عامل ازاي؟ طبعا هنهي الشغل ازاي بقى وهقفله ازاي. طبعا انا اخدت اخر حاجة كده، سواء كنت اخدت دي او اخدت 30 لفه او اخدت الشغل التاني. فانا هبدا دلوقتي اعمل 6 سلاسل زي ما انا عملت اصلا في كل مره. وهدخل في غرزة هنا واعمل غرزة منزلقة وهلف الشغل كده، هلف لفة واسحب سلسلة، واكون كده انا خلصت الشغل بتاعي وخلصت اول شريطة ليا او اول شريط ليا، جزئية ليا يعني خلاص. وده كان الشغل بتاع النهارده. اتمنى يكون الغرزه عجبتكم واتمنى يكون الشغل عجبكم. وما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو ده، ولا ما اشتركش بسرعه يشترك عشان يتابع كل حاجه جديده ويتابع كل شغل الهرب اللي احنا نشتغل بيه على طول. وانتظروا غرزه جديده وشغل جديد وتابعونا دايما. هنعمل زي ما قلت لكم قائمه تشغيل بشغل الهربن كله. وانتظرونا دايما كل ما هو جديد وحصري عند قناه مشغولات الاولى بس. واقول لكم دلوقتي باي باي، الى اللقاء ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي يا بنات.